السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص امتحانات أبنائنا في الخارج، فهنستخدم النهاردة برنامج فوكسيت PDF إديتور علشان نكتب على الموبايل. هيتفتح لنا كده، هنتكي على رمز فايلز، وبعدين هنختار براوز مور فايلز عشان نقدر ندخل على الملف اللي جوه الموبايل. هيتفتح لنا الملفات بتاعتنا، نقدر نفتح أي فولدر موجودة عندنا ونختار الملف اللي احنا عاوزينه. اهو اتفتح لنا الامتحان، ولو قلبنا هيتلاقي صفحات الامتحان كاملة موجودة ومكتوب الرقم بتاعها تحت. عشان نقدر نكتب الاسم ورقم الجلوس هنتكي على حرف التي كابيتال اللي جنبه علامة، وهنختار اللون اللي احنا عاوزينه من الدايرة اللي فيها اللون اللي كانت فوق. نقف في مكان اللي مناسب لينا ونبدأ نكتب. لو لقيتوا ان الكلام مكتوب تحت او فوق، تكوا في اي مكان فاضي تاني وبعدين ارجعوا اكتبوا في اي مكان اللي انتوا عاوزينه بالظبط. زي ما كتبنا كده الاسم، هنخش تاني علشان نكتب رقم الجلوس بنفس الطريقة. انا كده اهو العلامة كانت موجودة تحت، فعدلت المكان هيبقى فوق. بعد كده بقى عايزين نعلم علامة صح على الأجوبة، فهنختار رمز القلم الموجود فوق ده، وهنبدأ بقى بصبعنا نعمل علامات الصح على الإجابات الصحيحة اللي احنا عاوزينها، وهكذا لحد ما نخلص الامتحان كامل. بعدين هنيجي من ال3 نقط اللي موجودين فوق علشان نحفظه ونعمل سيف از. لو عاوزين نغير المكان بتاعه بس هنتكي في المكان ده ونعمل سيف. كده اتحفظ عندنا جوه الموبايل. الموضوع سهل وبسيط من غير توتر ولا اي لخبطة.